اخواتي، انا لا بتاع بروتين ولا بتاع كرياتين ولا بروح جيمات ولا ليا في المكملات. بس وقعت قدامي صفقة بروتين دراجون وهبيعها لاخواتي ب 250 جنيه. انا لا بتاع بروتين ولا بتاع كرياتين بس جات لي صفقه لبروتين دراجون ب 250 جنيه. بص، علشان ارد على الناس الكتير قوي اللي بعتت لي الفيديو ده، ولان انا سبحان الله كنت لسه عامل فيديو من فتره بتاع خلاصه التحاليل اللي هو بقول فيه ان مستحيل يبقى حد بيجيب الماده الخام بتاعت الواي بروتين ب 600 وحاطط عليها باكجنج وحاطط عليها كذا 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 كل الكلام ده وفي الاخر يبيعه لك ب 300. سبحان الله كسر ال 300 باعه لك ب 250 عند الشاذلي. هل ده ممكن يبقى نوع ماركتنج قوي؟ وارد. هو بيخسر نفسه جزء بيحرق بيه مش عارف ايه عشان ايه. وارد. كل دي احتمالات وارده. بس تعالى اقول لك قصتي مع بروتين دراجون بما يرضي الله، واقول لك انا ليه حتى ما حطيتوش في فيديو تجنبا لبعض الشبهات، وهحكي لك القصه دي. الهوجه بتاعه تحاليل البروتين كان من ضمن الحاجات اللي ناس كتير قوي سبحان الله قعدت تزن عليا ان انا احلل البروتين بتاع شركه دراجون، وتحديدا اللي هو زو. و يعني زن، وكان الراجل ليه يعني ناس مش حباه او ناس واثقه في ان هو منتجه مش مظبوط ايا كان. وفعلا رحت خدت البروتين ده وحللته في المعهد القومي للبحوث. اللي خلى الموضوع ان انا ما اعلنش عنه زي باقي انواع البروتين مش عشان اي شيء، بدليل ان طلع هو دلوقتي اقول ان تحليله طلع سليم، ولكن كان في اكتر من حاجه حصلت غريبه في الفتره دي. اولهم ان كان في حد في المعهد القومي للبحوث بيضرب النتائج في الفتره دي. وهتقولي عرفت ازاي؟ هقول لك ان انا احد شركات البروتين باودر الكبيره اللي انا كنت طلعت اتكلمت عليهم ان هم مش مظبوطين في حلقه البروتين باودر، صاحبهم جه قال لي تعالى لا انا منتجي مظبوط ونحلل. قلت له قشطه تمام. ورحت رايح واخد عينه من عنده، وواخد عينه اوبتيمم نيوتريشن مستورد كنت محلله قبل كده وطلع نتيجته مظبوطه طبعا كده كده. ورحت واخد نوع كربوهيدرات صريحه، والتلاته جبتهم وحطيتهم في اكياس شفافه ووديتهم عند المعهد القومي للبحوث. جيس وات؟ طبعا الراجل صاحب احدى شركات البروتين باودر كان مظبط الراجل جوه. فالراجل جوه قال له ده انا جالي 3 اكياس شفافه. قال له نجحهم كلهم. التلاتة طلعوا 70% جرام بروتين، سوري 70% بروتين، يعني 24 جرام في السكوب تقريبا. حتى الكربوهيدرات انت مدرك؟ فطبعا ساعتها ابتديت اشك في نزاهة التحاليل بعد الهوجة. يعني اول دفعات تحاليل انا حللتها كانت مظبوطة، ما كانش حد عارف اي حاجة. بعد كده الموضوع بقى فيه ايه؟ لعب وهات وخد كده وحاجات من تحت الترابيزة. فابتديت اشك في النزاهة. وعشان كده لما كنت وديت زوي يتحلل كنت موديه بالعلبة، فشكيت ان ممكن يبقى فيه تلاعب. وعشان كده ما اعلنتش. والله اعلم ممكن يبقى سليم 100%. انا برضو لا انا مع ولا ضد. انا بقول لك ايه اللي خلاني ما اعلنش. ولاني قررت ان بعد كده يا اما هحلل بره مصر يا اما هودي الحاجه في عينات ايه مصمطه تتحلل. حلو الكلام، حلو الكلام. فعشان نشوف زو مظبوط ولا مش مظبوط لازم حد مشكورا ياخد عينه عشوائيه يحطها في كيس شفاف ويوديها تتحلل. حلو الكلام، حلو. يعني دلوقتي احنا مش معانا النتيجه اكيوريت 100% او حاجه انا متاكد منها، ما اقدرش اقول لك بس الورقه اللي معايا بتقول ان هو سليم. هل الورقه دي سليمه ولا لا؟ الله اعلم. ده حاجه. الحاجه التانية، بعض الناس حللت النتيجه ان هو طالع مظبوط والصوديوم مش عارف كان عالي تقريبا ولا الكالسيوم عالي، حاجه كده كان فيها اختلاف عن نوع الواي الطبيعي، فقال لك ده ممكن يبقى حاطط صويا. انا ما اعرفش ليه الناس كانت بتحاول تطلع الراجل ده غلط. انا برضو بقول لك اللي كنت بسمعه بعد ما طلعت، قلت والله نتيجه التحليل طلعت مظبوطه. وقلت الكلام ده ما بيني وما بين الدايره اللي حواليا وبعض الكباتن كده، ومن ضمنهم دكتور احمد الصاوي. بعت له حتى ساعتها النتيجه ومش عارف ايه. قلت له والله انا لا انا ده شاريني ولا ده شاريني ولا انا اعرف ده ولا انا اعرف ده. اوكي. والموضوع كان في دايرتنا وانتهى على كده. طيب اذا احنا مش معانا نتيجه اكيرت لزو،
الورقه الوحيده بتقول ان هو سليم، بس الله اعلم بالناتج الحقيقي. هل الاعلان اللي حصل بتاع الشاذلي ده حاجه تجزم ان هو مضروب؟ من وجهه نظري انا هي دي اصلا باد بابليستي، يعني دي دعايه سيئه. لان الف ب براند ده وجهه نظر بيزنس بقى، ملهاش علاقه خالص بوجهه النظر كنيوتريشن. لان الف ب براندنج، انك تحط البراند بتاعك في حاجه تليق بيه، مش هتحطه في واحد بياع باله من الاخر يعني. و ايفن ان هو عنده ريتش، بس ده باد بابليستي، وهتحطك في لقطه ان انت ايه، ولا لا، صح ولا غلط. والناس ابتدى يبقى عندها وعي الحمد لله، بفضل ربنا قبل اي شيء. والفيديوهات ابتدت توعي الناس شويه، والحمد لله على كل حاجه يعني. الناس ابتدت تدرك والرساله ابتدت توصل. فانت حطيت نفسك في حته فيها شك. هل انت بتحرق جزء مثلا بتخسر فيه عشان تربح في الباقي ويبقى الناس عرفت الاسم؟ وارد. هل هو مضروب؟ وارد. هل بتحرق جزء كان فيه مشكله او قرب يبقى اكسباير؟ وارد. خليني اقول لك باختصار شديد خلاصه بقى الحلقه دي عشان تطلع منها بقصه. عندنا هنا الرقابه على الموضوع البروتينز ده مش احسن شيء، مش في احسن حالتها. فان هو يحط لك جوه بروتين اكسبايرد اصلا ويقول لك هو هيكسباير 26 زي ما عمو الشاذلي قال، ده عادي جدا. محدش هيقول انت تلت التلاته كده، محدش هيقول انت بتعمل ايه. هو حته مصنع في اي مكان هيحط وعبي واختم يا باشا، واحلى مسا. وارد يبقى شويه حاجات هتكسباير او اوريدي اكسبايرد اصلا، وارد يحط لك فيها بروتين صويا ولو هو مش مضر. خلي بالك بروتين صويا في ناس بتقول لك بيرفع الاستروجين وبتاعه، وفي لغط في القصه دي، بس يعني هو ستيل بروتين، بس طعمه طبعا مختلف ومش عارف ايه والقصه. وارد يبقى مخلط ده بده، وارد يبقى اللي جوه كارب، طن كارب زي ما احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت، وحاطط عليه سكوب واي وبتاع ومضروب. وارد. تعمل ايه يا باشا؟ تاخد مني الحل في القصه دي. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طبعا يعني إيه، مع الفارق إن الحديث ده بيتكلم على حاجة تانية، ولكن هناخد بنفس الحكمة اللي في الحديث ده ونطبقها عليه. تجنبوا مواطن الشبهات. حاجة فيها عك عكيكة، الشر بره وبعيد، خليكوا بعيد عننا يا عك عكيكة. حاجة في السليم، نشتري من الحاجه اللي في السليم. انا راجل سبونسر لسبورتر. سبورتر دي شركه اماراتي موزعه لانواع بروتين مستورده، وهنا في مصر بتوزع انواع بروتين مصري. لو باعت نوع بروتين مصري انا حللته غلط، هقول يا باشا التحليل ده غلط. الحاجه الوحيده المصري اللي هي بتبيعها في انواع البروتينز هي الواي اد بتاع ماكس مصر اللي انا طلعت عليه قلت قبل كده سليم. واي اد سليم، واللي هيحلله اي حد هو اورجانيك نيشن هيطلع هيلاقيه سليم، وهو سعره بيقول ان سليم، براندنج بيقول ان سليم، حلله بره حلله جوه سليم. واللي يزعل يزعل. انا مش براند امباسدور لماكس مصر ولا اورجانيك نيشن، وانا بتاع سبورتر واستخدم كود خصم دي سي 10 تاخد 10% من سبورتر، بس هو راجل سليم عشان بس الناس ما تحكيش كتير. ده حاجه. وعشان سبورتر لو انا سبونسر بتاعهم حاطين عندهم زيرو بروتين بار، انا رحت حللته في الامارات ومستني النتيجه تطلع وهعلن عنها. ولو طلع غلط هقول غلط وهقول يا جماعه انا سبونسر لسبورتر، بس ما تشتروش من عندهم زيرو بار. كات ده من الناس، اللي يزعل يزعل. حلو. فتجنبوا مواطن الشبهات. الحاجه اللي فيها عك عكيكه لنفسك. ما 52 جنيه ايه وشاذلي ايه وبالا ايه، احنا رايحين ده كليتنا ومعدتنا وبروتيننا وعضلاتنا، فاهم؟ ما فيهاش لعب دي. الكلام ده يعمله في جاكيت، صفقة فساتين، تمام، صفقة مش عارف ايه، لكن ما تدخلنيش في حتة. والضحك بقى ان هو طلع بعديها قال لك انا الشاذلي وحد عنده متابعين زي لازم بيتاكد من الحاجه. اتاكدت من الحاجه ازاي يا عمو شاذلي؟ اتاكدت من الحاجه ازاي؟ حطيتها فين؟ حطيتها في معمل 1000 مسكن؟ يعني ولا اتاكد ولا حاجه، ولا يعرف اصلا الحاجه دي بتتحلل، ولا يعرف الحاجه دي جواها خراره ولا جواها ايا كان. بس هو اي ناتش واي كلام بيتقال، وانت المفروض ان انت يبقى عندك وعي وادراك انك تبقى فاهم ان مش ده اللي هتسمع منه كلام، ومش اي حد عنده فولورز كتير بنسمع منه كلام. فيديو فايرال حلو، حركه روشه حلو، من وجهه نظر انا ماركتنج وايز بزنس وايز باد بابليستي، اعلانات سيئه، اعلانات توطي البراند ما تعليش البراند، تخلينا نكش منه. عرفنا اسمه من ان احنا هنكش منه.
بس ده خلاصة موضوع الشاذلي يا جماعة، عشان بس الموضوع ما يأفورش مننا في القصة، وترنده هيهبط وهيروح وهيجي. لو عمل انعكاس على مبيعات شركة دراجون بالزيادة، ألف مبروك. وخلي بالك أنا يعني من ضمن الناس اللي اتواصلت معاها قبل كده ساعة حوارات البروتين، صاحب شركة دراجون، هو راجل ذوق جدا ومحترم جدا، والله أعلم والله أعلم، ممكن يبقى فعلا سليم. أنا ما بقولش أي حاجة لا مع ولا ضد، بس بقول لك أنا مع احترامي ليه ومع احترامي اللي أنا كلمته مكالمات تليفونية، وهو أخويا الكبير وعلى راسي، مفيش أي مشكلة معاه خالص بيرسونال ولا اي حاجه. ولكن انا شخصيا، وده رايي، بعد انا بالنسبه لي هتجتنب مواطن الشبهات يا باشا، واجيب الحاجه اللي انا واثق فيها وخلاص كات. ف بس كده يا باشا. لو عايزين ان انا اخد عينه عشوائيه واروح احللها في الامارات في الامان بره، سيب لي في الكومنتات. وما تنساش ان انت دلوقتي في بدايه السنه الجديده، لو عايز تعمل فورمه بقى بجد، سيبك بقى من بروتين شاذلي، سيبك من العك ده كله، اشتري برنامج من اول البرنامج الموفر اللي ب 999 جنيه او ما يوازيه بالريال والدرهم، 99 ريال و99 درهم اللي هو لا شيء، لمده 3 شهور وعليهم شهر هديه، ومعاك بقى باقه المتابعه في اي بي. يعني البرنامج ده على الايميل بدون متابعه. عندك بقى باقه المتابعه الميد فيت في اي بي معايا ومع جروب اطباء، 2500 جنيه مصري او 250 ريال او 250 درهم، 3 شهور وعليهم شهر هديه. او لو عايز تتابع معايا بقى جولدن اليت، تبتدي ان احنا نعمل زوم ميتنجز مع بعض، نبتدي ان احنا نتقابل هنا كمان في المكتب ونعمل سيشنز، نشوف موضوع التغذيه بتاعك رايح فين، ونشوف الفتره اللي فاتت ونحدد اهداف للفتره اللي جايه. برضو هتلاقي تفاصيل الجولدن اليت على موقعنا. شوف الاشتراكات، صدقني بدايت وتمرين مظبوط بدون بقى الحوجه لكل العك ده، كل العك العكيكه ده فكك منه. طب فراخ وسمك وبيض يا باشا، هتعمل احلى فورمه طالما الدايت محسوب لك مظبوط، معمول ساينتفك طبقا ليومك ولسعراتك ولاحتياجك. طالما التمرين بتاعك معمول ومحسوب معدلات الاجهاد، والتمرين معمول لك مخصوص طبقا ليومك والايام المتاحه انك تتمرن فيها ومستواك ومعدلات الاجهاد وكل حاجه تناسبك، هتعمل فورمه بدون الحجه لكل ابعد يا راجل ابعد. يلا ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب. اشوفكم الحلقه الجايه.